السلام عليكم. قبل ما تساليو الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش ديما توصلوا بكل ما هو جديد. تفاعل الممثل المغربي أمين الناجي بطريقته الخاصة مع قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، والذي يفيد بعدم إسقاط ولايته الشرعية على نجله لصالح طليقته الفنانة جميلة الهوني. ونشر الفنان المغربي أمين الناجي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة متابعيه وجمهوره، وكتب أحد المتابعين: الحق يعلو ولا يعلى عليه، مبروك عليك خويا أمين، الإنسان الطيب والخلوق، أفضل ممثل مغربي. وقال آخر: مبروك أحسن ممثل في المغرب. وعلقت الفنانة جميلة الهوني على قرار المحكمة معركتنا طويلة وخاص القانون يتغير ويتماشى مع قضايا المجتمع اللي كنعيشو فيه، وكاينة قضايا كبر من هادشي واللي ما بغيتوش بحال هاد النوع ديال القضايا. خاص الآباء يتحملوا المسؤولية تجاه ولادهم، وبشأن إعطائها الحق في تمكين نجلها من متابعة دراسته بالبعثة الفرنسية بالمغرب. عبرت جميلة الهوني عن سعادتها من اتخاذ المحكمة مثل هذا القرار، قائلة: هذا الحكم عطاني قوة وخلاني نتشبت كتر لنصرة هذه القضية.